يا هلا. انا بصور النهارده بدري والشمس طالعه، طبعا الشمس جايه عليا، وبحب قوي بحب قوي يعني ان انا اشتغل بدري، وبحب الشمس تبقى في المكتب عشان خاطر كده بحب بتديني اشراقه شويه. بمناسبة الإشراق، النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن الطلب اللي انتوا طلبتوه. عملنا عليه استفتاء من كام يوم عن ازاي اتخلص شوية من الموبايل. مش هنشيل الموبايل، ما تقلقوش، انا واقعية. مش هقول لكم شيل الموبايل خالص. ازاي شوية اخرج بره الموبايل، واخرج بره الاستيلاء اللي الموبايل عامله عليا، واخرج بره ده واستكشف اماكن تانية في حياتي وفيا مختلفة، وفي نفس الوقت ما يبقاش التغير ميجر قوي وكبير فيعمل لي مشكله قوي، يحسسني ان انا محتاجه ابذل مجهود كبير قوي، وانا يعني انا محتاجه اجدد حياتي، انا محتاجه احس ان روحي دي بتتجدد كل شويه او بتتطور. انا متعوده ان انا كل فتره اشتغل، اكثف جهودي في الشغل، وبعدين بروح واخده وقت افصل فيه خالص عن كل حاجه، عن النت، عن كل حاجه تقريبا. اوقات كمان بفصل عن بناتي، فبفصل فيها عن كل حاجه عشان واعمل حاجات. هقول لكم بقى على شويه حاجات من اللي انا بعملها، مش هقول كل الاسرار، مش هقول على شويه حاجات اعملها عشان احس ان انا ريفرشد جدا وراجعه بطاقه، اللي هي الهايبره اللي انتوا بتلاقوها دي. بتيجي منين بقى دي؟ لان ده ما بيبقاش موجود طول الوقت، يعني مفيش حد طول الوقت جميل ولذيذ ومشرق ولطيف، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنستدعي هذه الاشياء لحاجاتنا. فلما انتوا تشوفوا الناس، اليوتيوبرز او البلوجرز او اي حد، او يعني اي حد بيشتغل في شغل الميديا او بيظهر كتير، تلاقوه على طول مشرق او منور او او عنده طاقه ايجابيه او حيويه. هو مش كده طول الوقت. ده نمبر 1. نمبر 2 انه هو مش يعني في ناس كتير ما شاء الله صادقه، مش كل الناس فيك، لانه انا بشوف ناس كتير قوي فيك، ده بيبان على فكره في الكلام، وبيبان في الروح، بتطلع بتبقى باينه ان دي يعني ده فيك، ده ولا هو كده الانسان البني ادم ده من جواه عامل كده. تالت حاجة انه بيعمل مجهود وبيستدعي خطوات وتغييرات في حياته عشان يظهر بالمظهر ده. فهو مش يعني مش اوتوماتيك، ما بيبقاش الحاجة دي مدمجة في شخصيته، نو. هو بيشتغل عليها، وكل ما بيبقى بروفيشنال اكتر ومحترف اكتر في الشغل عليها، كل ما بتظهر على شخصيته اكتر، وكل ما بيقدر يدي للناس طاقة اكتر، فالناس تتابعه اكتر. ليه؟ لانه او ترتبط بيه اكتر، ترتبط بيه عاطفيا اكتر. ناس كتير، في ناس بتتابعها بس لو اختفت مش هيحصل حاجه، لكن في ناس لما بتتابعوها بتحسوا انه انا بخرج من معاهم، او ما بيتكلموا او ما بيكتبوا، هم بيدوني حاجه. هم بيدوك شحنه ايجابيه معينه، نظره مختلفه للحياه، فكر مختلف، حاجه مختلفه بتخش جواك تحيي شيء ما. فانت بتبقى مرتبط بيهم. مش هقول ارتباط عاطفي يعني عشان الناس تفهمش غلط، اقصد يعني في بعض العاطفه اللطيفه اللي هي فيها امان، اطمئنان، ود، اثاره للافكار، حاجات كتير من العواطف. مش شرط بس عاطفه الحب يعني، لا، يعني العواطف مختلفه وكتير جدا. فايه بقى اللي بيخلي الناس دي تعمل كده، وايه اللي بيخليهم، وايه الحاجات اللي بيشتغلوا بيها على نفسهم عشان يعملوا ده؟ هقول لكم شويه حاجات ازاي تقدروا تطبقوها، وايه الصفات اللي بتحتاجوها فيها عشان تبقى كده. وفي نفس الوقت هقول ايه اللي بيوقعكم، او ايه الحاجات اللي بتخليكم ما تحققوش ده، لانه اغلب الوقت لما بنقول 1 2 3 اعملوا ده يا جماعه، فالناس تروح تعمله، فتقول لك مش بيتعمل زي ما انتوا عملتوه، انتوا اكيد مخبيين عننا الاسرار. فهي مش اسرار، ولكنها تريكات كده. هقول لكم بتبقى عامله ازاي، بس هقولها لكم في اخر الفيديو. ماشي. اول حاجه هنتكلم عنها هي الصفات اللي بيبقى محتاجها الشخص اللي عايز يغير او يجدد حياته، اللي عايز يبقى شخص متجدد ومتغير، شخص عنده طاقه متجدده باستمرار، مش طاقه راكده. احنا دي اصلا بنحب نغير، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احنا البشر بعقل قابل للتجدد والتطور. العقل ده ربنا سبحانه وتعالى كرمه وكرمنا عشان يقول لنا انت مش لازم تكون نفس الشخص الجامد طول الوقت، انت مش لازم تكون في نفس روتين الحياة طول الوقت. طول ما انت في نفس روتين الحياة، طول ما انت في نفس الشيء، هتفضل متقولب، هيفضل طريقه تفكيرك واحده، طريقه ردودك واحده، طريقه افعالك واحده، كل حاجه هياها، فانت خلاص بقيت استاتيكي كده، ممل. لكن في ناس بتبقى لا، انت كل شويه وكل فتره بتحس انه ايه ده، في ردود افعال له مختلفه، ده في حاجات فيه اتطورت، ده بقى يحب حاجات تانية ما كانش بيحبها، ده بيعمل حاجات ما كانش يعملها. ده بيبقى من الشغل على الشخصيه، وبتبقى اساسي من اساسيات الذكاء وجمال الشخصيه، انك لازم كل فتره ما تبقاش نفس الشخص.
انا ضد قوي الفكره بتاعت انت اتغيرت، انت مالك بقيتي عامله كده ليه، انت لا، احنا ربنا خلقنا عشان نتغير، نفضل نتطور، مش نتغير يعني كان عندنا صفات وحشه او صفات حلوه وتنازلنا عنها، او صفات وحشه وحسيناها، لا، نتغير بمعناها ان احنا نفضل نتطور، ما نفضلش نفس الشخص طول الوقت، ما نفضلش نعمل نفس الحاجات طول الشهر، ملل وزهق يعني، يعني ما نبقى زي الحيوانات، سوري يعني. لكن لا، احنا بني ادمين وبشر، ربنا خلقنا بعقل متطور عشان نقدر طول الوقت نطور الحاجات جوانا ونعملها. طيب محتاجين عشان نبدا نطور الحاجات دي، وعشان نبدا نغير شويه ونضيف لمسات على حياتنا، محتاجين كم صفه. اول حاجه صفه الشجاعه. الشجاعه، ايه دخل الشجاعه بان انا هسيب التليفون يا اميره؟ انت داخله لنا كده الموضوع بقى كبير. لا، انا حقيقي محتاجه اكون شجاع او شجاعه، ان انا اخد خطوه تجاه حياتي وتجاه نفسي. انا مش هسيب نفسي زي ما انا ملان، زهقانه، مش طايقه حياتي، حاسه ان انا بقيت ممله وروتينيه ثابته تقليديه، انا حاسه عن نفسي كل الاحاسيس دي. حلو، هفضل بقى قاعده مع منبعه كده وحاسه الاحاسيس دي وخلاص، ولا انا هتحلى ببعض الشجاعه وهعترف ان في مشكله، في حاجه مضايقاني، وهاخد خطوه تجاه نفسي. انا هعمل ايه عشان اغير ده؟ مش هقعد اقول انا بقيت ممله، ماشي ممله، وافضل اندب كل شويه ده انا ممله، انا بقيت روتيني، حياتي ما بقاش فيها حمشه حاجه وكذا، وقاعد بقى مستني اي حاجه تحصل من بره تغير لي الحياه، او قاعده مستنيه خبر يجي لي يبهج لي الدنيا. احنا في حاله ويتنج، حاله انتظار. حاله الانتظار دي معناها ان انا شخص غير مبادر وغير شجاع. انا اسفه، انا قلت لكم اللي هيتابعني يتوقع الصراحه وشويه، مش هقول يعني شويه صراحه وشويه واقعيه كتير، يعني مش هعيش في الاحلام، احنا هنعيش في الحقيقه. لو انت في حاله ويتنج وانتظار كتير طول الوقت، منتظره خبر يجيلك يبسطك، منتظره شخص يجيلك يبسطك، منتظره فعل من حد يعمله يبسطك، فانت، انا اسفه جدا، انت مش مالكه زمام حياتك، مش مالكه امورك، انت مسلمه حياتك لاشخاص اخرين تانيين كتير، او ظروف، مستنيه ان الظروف دي هي اللي تعمل لك حياتك. فانا محتاجه هنا ان انا اتحلى بشويه شجاعه، واقول ان حياتي دي بتاعتي انا، ملك ان ربنا اداها لي وانا اللي مسؤول عنها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. يعني ايه النفس؟ ما قالش وفي اجسادكم افلا تبصرون، وفي اشكالكم افلا تبصرون، ربنا بيقول وفي انفسكم، النفس اللي هي جواك، اللي هو الحاجات اللي انت بتقعد تفكر فيها، الحاجات اللي انت بتعملها، لا، انفسكم، النفس من جوه. علم النفس اتبنى كله على كلمه النفس. تخيلوا كل الافكار وكل الحاجات وكل اللي انت عايز تغيره وكل اللي انت عايز تتطوره وكل اللي انت عايز تنتجه، كل الحاجات دي من النفس. فانا النفس دي مسؤوليتي، دي ربنا اداها لي وقال لي انت خد وريني هتعمل فيها ايه. انت دورك في الارض ان انت تصلح في النفس دي وتطورها وتهذبها، وتزيدها اشراقا وجمالا. انت مسؤول عن انك تزيد حياتك ونفسك اشراقا وجمالا. ما انت انا مش يعني، انت مش هتقعد بائس مستني الاقدار دي بتيجي للي بيتحرك وتتغير الاقدار، والا ما كانش ربنا قال ان القدر، او يعني قال ان القدر بيغير الدعاء، ادعوني استجب لكم. فانت عندك الدعاء بيغير القدر، كمان التصرفات بتوديك لاقدار. لكن لو انا دلوقتي مكتوب لي حاجه هشوفها، الحاجه دي جت قدامي هنا دلوقتي حالا، لو ما مدتش ايدي وخدتها واستنيتها تجيلي لحد عندي، هتبقى بتاعتي؟ هتبقى رزقي؟ هتبقى من نصيبي؟ لا، مش ضمنك، الله اعلم. طب لو انا مديت ايدي وخدتها، في احتمال كبير انها تبقى بتاعتي. ليه؟ انا عملت تصرف، في دوينج هنا في حاجه بتحصل، انا كائن ليه دور، انا بعمل حاجه عشان نفسي، مش قاعد مستقبل كل الحاجات اللي في الحياه تغير لي حياتي. فانا محتاج شويه شجاعه، محتاجه شويه جرأه، محتاجه شويه مبادره، مش استنى صاحبتي تيجي تقول لي يلا نعمل كذا، مش مستنيه جوزي يقول لي انت بالك بقيتي عامله ما تجددي شويه من حياتك، مش مستنيه شخص ما، مش مستنيه ولادي يقولوا يا ماما انت بقيتي بتتعصبي كتير ليه، ما تبطلي لا، انا هقود وهبقى شجاعه وجريئه، وهقود حياتي وهقود نفسي، وهروح اشوف ايه المشكله دي واحلها. يبقى انا محتاجه شويه شجاعه، جرأه، مبادره، قشطه، بنسب صغنونه، بلاش نقول كتير، بلاش الشجاعه تبقى تهور، يعني بلاش الجرأه والمبادره والشجاعه تبقى تهور. ممكن تبقى شجاعه بحكمه،
حاجات برزانه، ليها طابع لطيف والله. يعني جربت انا التهور وجربت الحاجات، فلا الحكمه والرزانه ليها برضو يعني ليها تقل كده حلو جميل. فخلينا شويه نبقى ناخدها ستيب باي ستيب. تاني حاجه بقى اللي هقول عليها، اللي هي انا محتاجه قوي فكره الصبر. انه والصبر هنا هستدعي مش بس الصبر العادي، انا هستدعي الصبر الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى. دايما لما باجي اتكلم مع بناتي واقول لها اصبري، انا ما بقولهاش اصبري، انا بقول لها فصبر جميل، اللي هو الصبر اللي من غير ندب، الصبر اللي بابتسامه، الصبر اللي برضا، الصبر اللي بيقين، الصبر اللي بامل. مش الصبر انا صابره يا ربي على كل البلاء اللي انا فيه، انا صابره ساكته وصابره وما بعملش اي حاجه اهو، انا ما بعترضش، ما بقولش حاجه يا رب، انا لكن يا رب انا راضيه، يا رب انا صابره، يا رب انا عندي ابتلاء عظيم وعارفه انك هتجبرني وهتجبر كسري. يا رب انا في فرق قوي بين التو اتيتيودز الاثنين، طريقه التصرفات في الاثنين فرق كبير قوي. ففرق بين الصبر العادي وفرق بين الصبر الجميل، انك صابر وبتعمل حاجه وبتاخد خطوه وبتتقدم في حياتك وبتتطور وعارف وموقن في الله سبحانه وتعالى، وعندك حسن ظن بالله انه مش ممكن يسيبك، مش ممكن يسيبك، مش ممكن يخليني، يعني مش ممكن اقعد ابذل مجهود ويضيع. لا، هو ما بيضيعش حاجه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، واتكلمنا عن ده في الفيديو اللي فات. فانا محتاجه شويه صبر، صبر جميل، ومحتاجه شويه تدرج. ودي التركه اللي بتوقع كل الناس. 11 دقيقه ولسه ما دخلتش في صلب الموضوع، بس لا ده برضه من صلب الموضوع، لان ده اللي هيؤدي للتغيير اللي احنا هنتكلم فيه. التدرج، ان انا اتدرج في فعل الاشياء. ايه اكتر حاجه بتوقعنا نحن العرب والمصريين والشرق الاوسط والشرق النص اوسط؟ ايه اكتر حاجه بتوقعنا؟ ان احنا عندنا حاجه اسمها حماس البدايات. اوكي، انا هنا هبقى شديده شويه، وانا بحب ابقى شديده، انا يعني طبعي اصلا بحب ابقى شديده. فعندنا حماس البدايات، انه اول حاجه نقولها تلاقي مثلا ايه، جروب اصحابنا يلا خروجه، يلا كله يلا. الخروجه بتحصل امتى؟ امتى الخروجه؟ بعد سنه ان شاء الله. ليه؟ عشان احنا في الاول بنحمس جدا جدا وبنحط رش من المشاعر، يعني دفعه كبيره ودفقه كبيره من المشاعر، وبعدين بتروح على فشوش. فبنتعود انه مهما تحمسنا مش بيجيب نتيجه. الحماس ده خلاص هو احنا عرفنا بيروح فين. فاحنا مش عايزين كده، مش عايزين حماس البدايات المتهور، عايزين حماس البدايات العاقل الحكيم الرزين. يبقى عندي حماس ومتحمسه جدا ان انا اغير من حاجه او اطور من حاجه، ولكن في نفس الوقت انا مش متهوره، حسباها، عاقله رزينه هاديه، عارفه ان الامور بتيجي بالتدريج مش مره واحده. انا مش هقرر دلوقتي اسيب الموبايل فهتلاقيني مثلا واخده اسبوع فاصله عن الموبايل. مفيش حاجه اسمها كده. انت لو قررتي النهارده تسيبي الموبايل وتقفلي الموبايل طول النهار، انت من بكره لما تيجي تفتحي الموبايل هتلزقي في الموبايل، هتلزقي فيه. دي اعراض انسحاب الادمان. يعني احنا هنتكلم عن الادمان دلوقتي، احنا في حاله ادمان، فاحنا هنتكلم عن الادمان دلوقتي. فلازم يبقى عندي بعض من التفهم ان كل الاشياء بتيجي بتدرج. فلازم احط رينج معين لوقت، اقول انا شخصيتي بتعمل الحاجات بالطريقه دي. بحب اسميها اكتر بالايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، احاول افتكرها. انا باجي بالروتين ده، بالتكنيك ده، بالطريقه دي. في ناس بتحب تتحمس وتقوم تعمل الحاجه على طول وهي قادره على كده تماما، وعارفه ان هي مثلا اول يوم او يومين بيبقى عندها حماس عالي فبتعمل الحاجات، بعد كده بتريح. في ناس بتقول لا انا همشي تدريجيا واحده واحده، احط كل يوم بيبي ستيبس، خطوات بسيطه صغيره وابدا اشتغل عليها. في ناس بتقول لا انا ما بحبش التوتر وما بحبش القلق وما بحبش الكلام دوت، انا ما فيش فايده من اللي بيحصل فمش هتحرك خالص. فكل واحد له طريقه عارف نفسه فيها. كل طريقه من الطرق اللي انت بتتكلم بيها نفسك او اللي انت بتكلمي بيها نفسك هتستدعي رينج معين. يعني الناس اللي بتحب تخش بحماس بسرعه وتبدا وتشتغل وتنجز، مش هتحط نفس الرينج بتاع الناس اللي بتقول لا انا مش عايزه اغير عشان انا مش هبذل مجهود كبير. مش هينفع اقول مثلا خلينا نقول في شهر، من شهر ل3 شهور هتحدث التغيير ده وهتعمله. مش هينفع ادي نفس الرينج لنفس الناس. لو قلت ده لنفس الناس اللي حماستهم عاليه وبتتحرك بسرعه 3 شهور، لا ده قليل قوي. لا بص احنا
بص احنا ندوس على طول. بالنسبه للناس التانية شهور ده كتير، ده بصي لا 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 انتوا هتوتروني، احنا براحتنا احنا ما وراناش حاجه. فيا جماعه الشخصيات بتبقى مختلفه، ما تاخدش حاجه عملها شخص وبعدين تقيسها عليك وتطبقها، وبعدين لما تيجي تطبقها ولا تطبقيها بقى تحسي انه هي مش ماشيه معايا ليه، هي المشكله فيا، وابدا اوجه اصابع الاتهام لنفسي، فابدا اكلم نفسي بطريقه مش كويسه، وابدا احس ان انا عندي مشاكل. لا لا خالص، هي الحاجات بتتاخد نروح واخدينها كده مقولبينها على طبعنا ونمطنا وطريقتنا، ونروح شايفين هي تناسبني اعملها ازاي، مناسبه ليا ازاي، انا بتقبل الامور ازاي، انا ببانك من ايه، بيجي لي توتر من ايه، بقلق من ايه، هكذا. انا ايه الحاجات اللي بتخليني اوصل لده عشان اتجنبها. يبقى دي الصفات اللي محتاجين ان احنا نتحلى بيها: جرأة، شجاعة، مبادرة، ثم صبر جميل، وتدرج. دول الخمس صفات اللي احنا محتاجين نتحلى بيهم في الموضوع ده. اذا توفر في اي تغيير في حياتك او اي حاجه، رفقه صالحه، حد معاكي يعمل معاكي، صاحبتك، اختك، مامتك، جوزك، باباكي، اي حد، اذا كان معاكوا اي حد في الموضوع ده هيبقى شيء لطيف جدا. اولادك ساعات جدا يعني اوقات جدا لما بعوز اعمل حاجه بستعين ببناتي، فلو ده في حياتك هيبقى حلو جدا، لكن لا يكون عقبه انه مش هعملها عشان مفيش حد معايا. لو مفيش حد معايا فانا هعمل ايه؟ هليد حياتي وهمسك قيادتها وهقول دي مسؤوليتي انا اللي محتاجه اعملها، مش هستنى الاخرين يعملوها. طيب حلو، انا تمام، فهمت الصفات دي وعرفتها وبقيت عارفه انا هعمل فيها ايه. انا محتاجه بقى اخد ستيبس، اخد خطوات. طيب عشان ناخد خطوات في اي حاجه انا محتاجه اعرف انه احنا طول النهار ماسكين الموبايل وبنشتغل عليه. الناس اللي شغلها اصلا معتمده على الموبايل ومتابعه السوشيال ميديا او اي حاجه ليها علاقه بالموبايل، هيبقى صعب عليهم جدا ان هم يسيبوا الموبايل. فمش هينفع نقول لهم ان هم يسيبوه بالقدر الا الناس العاديه اللي بتشوفوا تشات وحاجات تانية. ان الام اللي بتتابع طول النهار جروبات الماميز، ودي المفروض يبقى لها فيديو، والله العظيم جروبات الماميز دي انا عايزه اعمل لها فيديو لوحدها، عشان انا عندي مشاكل كتير مع جروبات الماميز. بس ما علينا دلوقتي، خلونا في اللي احنا فيه. جروبات الماميز الكتير اللي هو انا لازم افتح الموبايل كل يوم عشان اتابع ولادي واشوف عملوا ايه في المدرسه وعملوا ايه في الدرس وعملوا ايه في الكورس واصل اليونيفورم الجديد نزل والمش عارف ايه، فانا لازم اكون طول النهار كذا. جروبات الاصحاب، حياتنا مليانه كلها على الموبايل. فكره ان احنا مرتبطين بالموبايل دي فكره واقعيه، محدش يقدر يعيش من غير موبايل دلوقتي. فاي حد هيقول لك انت مش محتاجه موبايل في حياتك، فهو بيقول فكره مش واقعيه، فكره حالمه، فكره يعني غير قابله للتطبيق مع معظم الناس، او قابله للتطبيق مع نسبه قليله من الناس. لكن الفكره ازاي ان احنا نقنن استخدام الموبايل او نعمل وقت للفصلان من الموبايل خالص. طيب في خطوه هقول لكم عليها انا خدتها في حياتي من حوالي 6-7 سنين كده. الخطوه دي كانت من احلى الخطوات وانجح الخطوات اللي خدتها في حياتي، واللي خلتني اقدر اليد حياتي بشكل كبير. انا عندي مشاكل مع الاصوات العاليه، الاصوات بتاعت السنان، اكل، القرقشه، الناس اللي عندهم ميزوفونيا، اهلا بيكم، منورين معايا هنا، اهلا بيكم، تعالوا. فانا عندي مشاكل مع الحاجات دي، فدايما طول الوقت الموبايل كان بيعمل لي حاله من الاسترس. فكل الحاجات دي بتوترني. فقعدت مع نفسي مره وقلت هو في ايه؟ هو انا كل ما الموبايل يعمل بلاقي فيه لمبه حمراء نورت في دماغي، وحسيتني بقى فيه حاله طوارئ. حاله طوارئ بتقول ايه؟ بتقول احنا على ستاند باي، قاعدين مستنيين ان في حاجه مهمه هتحصل. ايه المهم اللي هيحصل؟ احنا مش عارفين ايه المهم اللي هيحصل، بس في حاجه مهمه هتحصل. ايه الحاجه المهمه اللي هتحصل؟ هنعرفها امتى؟ لما التن تيجي. اول ما التن يبقى اجري الحق يا جدع، في حاجه هتفوتك. فالفومو، الفير اوف ميسنج اوت، انه احنا خايفين من ان الحاجات تفوتنا، فسايبين اشعارات الموبايل طول الوقت شغاله، تن تن تك 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 على طول الوقت اشعارات الموبايل شغاله. فبيحصل ايه لما اشعارات الموبايل بتبقى شغاله؟ بتعمل استدعاء للجهاز العصبي اللي عندك، وبتقول له تعالى احضر بسرعه، في حاجه مهمه فايتاك، انت لازم تلحق اللي فايتك والا هيعرفوا قبليك، اوعى يعرفوا قبليك. فبتجري جري تروح تشوف الموبايل. ممكن تكوني بتطبخي وايدك مشغوله بحاجات والموبايل عمل، فاللي هو افتحي لي يا بنتي الموبايل ده كده اما اشوف فيه ايه. بتعملي حاجه مهمه او بتعمل حاجه مهمه ولازم تفتحي الموبايل. ليه؟ عشان في حاجه مهمه. ممكن يكون مفيش اي حاجه خالص، اشعار بيقول لك ان في ابديت. واحده شيرت بتقول البتاع ده ضاع من ابني النهارده، حد لقاه. مش حاجات غريبه بتحصل وهي مش حاجه مهمه خالص. بس انت هنا ايه اللي حصل؟
هتقولي هتبصي في الموبايل وتقولي ده حاجه ملهاش لازمه، بس هو الموضوع توقف عند كده؟ لا خالص. انت عملتي استدعاء بانذار والارم في الجهاز العصبي بتاعك، فانت عليتي الادرينالين جدا. احنا بنلعب في هرمونات، الموبايل ده بيلعب في هرمونات، فانت عليتي مستوى الادرينالين في جسمك جدا، وبقيتي وعليتي مستوى الاسترس، وعليتي حاجات كتير اشتغلت وكيمياء كتير اشتغلت في جسمك عشان تردي على الموبايل. رد على الموبايل او انك تشوفي مسج او حاجه بالتنتن دي مش حاجه عاديه يا جماعه، ده بيعمل الجهاز العصبي في حاله ستاند باي. تخيلوا لما جسمنا يبقى معظم الوقت في حاله ستاند باي، ايه اللي هيحصل؟ منهكين، مستنزفين، متوترين جدا على شعره. لو حد كلمني والله يا امير انا حياتي لطيفه جدا، يعني مثلا جوزي متفاهم، اختي كذا، بابايا لطيف، مش عارف ايه، بس انا لما حد بيكلمني فجاه بتعصب جدا. ليه؟ الجهاز العصبي في حاله ستاند باي، مستني تنتن، هو مستني، هو اي تنتن بتستدعيه. فاحنا دلوقتي بقينا عبيد مدمنين للتنتن، فاحنا عايزين نطلع من الادمان ده. الخطوه اللي خدتها هنا ان انا من 6 او 7 سنين، مش فاكره بالظبط التاريخ، عندي مشاكل مع التواريخ، ف قفلت كل الاشعارات اللي على موبايلي عباره عن حته حديده، كنت منزله بوست من سنتين كده تقريبا او حاجه، هحط لكم بوست تحت الفيديو بتكلم فيه عن ده. كانت امهات كتير بتسالني ازاي بتنجزي في حياتك وعندك ولاد، يعني ما احنا عندنا عيال احنا كمان، فانت بتعملي الحاجات دي كلها ازاي؟ ففي ستيبس في حياتي باخدها عشان ده، منها اني قفلت كل النوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل. موبايلي عباره عن حته حديده، حديده حقيقي، ما بيقولش اي حاجه، ما بيتنتنش لا واتساب ولا ماسنجر ولا مسج عاديه، مسج بتاعت الموبايل عاديه، ولا اي اشعار باي حاجه. انا بدخل على، لو نزلت ابلكيشن جديده بدخل عليه بعمل ميوت لكل الاشعارات بتاعتها، فانا مش شايفه اي اشعارات، مفيش اي حاجه بتندهلي، انا مفيش حاجه بتندهلي. ليه؟ عشان انا بليت حياتي، فلما انا عاوزه اروح للموبايل ابص، فانا بعمل حسابي مثلا ان كل ساعتين 3 بروح ابص على الموبايل بصه في 5 دقائق، فمفيش جهاز الطوارئ بتاعي بيعمل كده. الله، انا في سكون، في سلام، في امان، مفيش اي حاجه فايتاني. مفيش حاجه فايتاني حقيقي. فلما عملت ده نسبه الاسترس والتوتر في جسمي قلت جدا، وبقيت نورمال، مش طول الوقت متاهبه ستاند باي، انا مستنيه حاجه، في حاجه هتحصل. فكل الناس اللي حواليا، اهلي، صحابي، الناس اللي يعرفوني قوي عارفين لو عايزيني في حاجه ايرجنت اتصلي كول، عشان انا مش هروح الموبايل. لو جات لي رساله مش هعرف ان جات لي رساله، لو بعتوا لي اي حاجه مش هعرف ان بعتوا لي اي حاجه، الا لو اديتيني كول، فانا هروح ابص الموبايل لاني هسمع صوت الكول. الحاجه الوحيده اللي ليها صوت في الموبايل هي الكولز بس. فدلوقتي انا دي خطوه خدتها من 6 او 7 سنين، خلت حياتي مختلفه تماما دلوقتي، وخلت جهازي العصبي في حاله سكينه وسكون وامان وحاجات كتير قوي والله. فالاشعارات بتخلي الجهاز العصبي متوتر، بتخلينا ستاند باي، بتعلي نسبه الادرينالين قوي، والهرمونات بتبوظ الهرمونات في جسمك، بتحسسك دايما ان في حاجه هتفوتك، فالحق. احنا عايزين نبطل بقى ليله الحق دي، لانه كل السوشيال ميديا وكل الحاجات دي بتحسسنا انه فايتنا حاجات كتير، واكشلي احنا مش فايتنا حاجه، والله العظيم احنا مش فايتنا اي حاجه. كل حاجه بتتعوض وكل حاجه بتتعرف، وحتى لو عرفتيها بعد اسبوع ولا بعد يومين ولا بعد ساعتين ولا بعد 15 سنه مش هتتغير حياتك باي حاجه. فيعني ما ريلاكس، لو في خبر مهم قوي هيوصلك، والله هيوصل، هتلاقيهم بيتصلوا بيكي يقول لك الحقي، لكن كل الاخبار اللي تنفع انها تنتظر هتنتظر وقت ما انت تحبي انها تروح. فده اول حاجه، لو حابه تاخدي الخطوه دي في حياتك خديها تدريجيا بقى. ما احنا مش هناخدها واحده واحده، يعني الناس اللي طول النهار موبايلها بيتنتن، لو هي فجاه قفلت كل الاشعارات اللي في موبايلها، سامحوني انه الفيديو ده شكله هيبقى طويل شويه، لو قفلت كل الاشعارات اللي في موبايلها هتبقى قاعده عماله كل شويه تبص الموبايل، يمكن حاجه حصلت انا عايزه اشوف، لا. فهنعمل ايه؟ هناخدها تدريجيا. ايه التدريج اللي هيحصل؟ انه انا هحدد انه 1 2 3 الثلاثه ابلكيشنز دول مهمين قوي بالنسبه لي، جروب مثلا الولاد بتاع المدرسه، مش عارف كذا، الحاجات المهمه قوي اللي فيها حقيقي حاجات مهمه ليها علاقه بالحياه، ان ولادي مثلا بره فانا محتاجه اعرف هم وصلوا ولا ما وصلوش، فليها علاقه حقيقي مهمه، هقول ان دول مهمين. ده مثلا الابلكيشن مثلا بتاع البيزنس بتاع الفيسبوك ده له علاقه بشغلي مثلا، فمهم قوي اعرف لو حد بعت حاجه او عمل حاجه، هحدد 1 2 3 من الحاجات اللي مهمه قوي انها تكون ليها اشعارات، وهخلي ليها اشعارات بحيث ان الموبايل يتنتن يعمل نفس الحاجه اللي انا متعوده عليها. لما بنيجي نسحب الادمان، الادمان يا جماعه
مش مخدرات وبس واي حاجه من الحاجات اللي دي، لا لا. الادمان حاجات كتير. الادمان في ادمان علاقات، وادمان عادات، وادمان موبايل، وادمان الادمان ده يعني الادكشن ده حاجات كتير قوي 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 قوي. فمن ضمن الحاجات الادمان هي علاج ادمان الموبايل. لما بنيجي نسحب اي ادمان من الجسم ده، ما بسحب معاه هرمونز من الجسم، فيه هرمونات بتتاثر. ما ينفعش اسحب الهرمونات مره واحده فاعمل دروب للجسم، فهتلاقي انه اللي حصل عكس تماما. ودي المشكله، انه لما حد بيجي يشرح حاجه للناس وما بيقولش التفاصيل بتاعتها او بتسهل عليه ان هو يقولها، فبتلاقي الناس جت تطبق فحالتهم ساءت. لا لا لا، انا عملت الموضوع ده وما نفعش معايا الناس دي بتطبق الحاجات دي ازاي؟ هم اصلا مختلفين عننا. لا مش كده، بس هم فاهمين الحاجات اللي هم بيعملوها، فبيعملوها بالطريقه اللي تناسبهم. فانا لو انا شخص متعود على التنتنه كتير، ما ينفعش اجي اسحب التنتنه كلها مره واحده واسحب معاها كل الهرمونز وكل الحاجات اللي كانت بتطلع في لخبطه جامده في الجسم. فاختار 3 4 ابلكيشن، 3 مفيش 4، هم 3 بس. فاختار 3 ابلكيشن مثلا مهمين انا لازم اتابعهم او لازم اسمع الصوت بتاعهم، وهقفل بقيه الحاجات اللي هو ههدي مستوى الستاند باي او مستوى التوتر اللي في اعصابي شويه. مش كل شويه تن 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 تن، لا، ممكن تبقى تن تن تن، وبعديها التنة يبقى بينها وبين بعض مسافة أكبر. فخلي بدل لو أنت متعودة إنه الموبايل طول الوقت بيعمل أصوات، فخلي الأصوات متباعدة سيكة، وبعدين كمان سيكة، وبعدين كمان سيكة. هتلاقي حياتك بدأت تتغير تدريجيا. التدريج هنستخدم هنا التدريج مع الصبر. اصبري على نفسك، اصبري على العادة إنها تتحقق، اصبري على كل حاجة، هتلاقي الحاجات ماشية بلطافة. طيب أعمل إيه تاني؟ يبقى انا اتعود ان انا اقفل الاشعارات اللي مش مهمه. تمام. بعد ما عملت ده هلاقي حياتي شويه اختلفت، شويه بقى فيها شويه هدوء، وبقى فيها مساحه من الوقت. يعني الاشعارات والله مرتبطه بمساحه الوقت. ليه؟ لانه انا ممكن اروح لاشعار على الفيسبوك يبقى ملوش لازمه خالص، واقعد على اساسه ساعه او ساعتين ماسك الموبايل بسكرول بس. والسكرولينج ده ساعتين من وقتي، ولقيت نفسي في الاخر ما عملتش حاجه. فلما وقفت ده لقيت انه ايه ده فجاه بقت حياتي فيها مساحه انا بقى عندي وقت. هو انتوا في ناس بتقعد تسال، والله بشوفها كومنتات للبلوجرز والناس دول، هو انتوا بتجيبوا مساحه الوقت دي منين؟ هم عارفين يديروا حياتهم ازاي. انا اسفه، يعني هم عندهم اداره لحياتهم. فهم ال 24 ساعه بتوعكم هم نفس ال 24 ساعه بتوعهم، بس هم عاملين اداره لها، مش سايبينها كده وخلاص، مش بيمسكوا الموبايل وسكرولينج. انتوا عارفين السكرولينج ده بيعمل ايه؟ باي ذا واي يعني، انا اسفه ان الفيديو هيطلع طويل، بس السكرولينج ده مصيبه سودا. ليه بقى؟ انت بتسكرول، ماسكه الموبايل وعماله تسكرول، انت مش لاقي حاجه تعمليها فزهقانه فبتسكرول، وبعدين توقفك حاجه تقريها. انت عارفه الحاجه دي عباره عن ايه؟ عباره عن راي شخص ما اخر، مشاعره، افكاره، اهدافه في الحياه. انت قريتيه وبعدين سكرول تاني، قريتي حد تاني وبعدين سكرول. انت عماله بتدخلي حاجات عندك كتير لناس مختلفين عنك. ممكن يبقى في اتفاق في حاجات، لكن في حاجات كتير مختلفه عنك، فانت عماله تدخلي. الناس دي كلها بتحقق كل الحاجات دي وانت قاعده بتعملي ايه؟ بتسكرول. ده الاحساس اللي بيوصل لك. ده احساس لطيف؟ خلينا صادقين، ده احساس غير لطيف تماما. انت حاسه ان انت يوزلس، ما بتعمليش اي حاجه. هما بيحققوا حاجات في حياتهم، وهو اصلا احساس فيك، لان هما قاعدين بيكتبوا. هما كمان ممكن يكونوا بيحققوا حاجات وبيعملوها، بس في نفس الوقت انت دخلي كراش وكميه كبيره من عدم الكفاءه، انت ما بتعمليش حاجه. وده مش حقيقي، لانك لو قفلتي ده وقمتي هتعملي حاجات، والله هتلاقي وقت تعملي الحاجات. فانا هعمل ايه؟ هبطل سكرولينج على الفاضي. انا داخل لاهداف معينه، انا 1 2 3 هعملهم. لما هلاقي نفسي هجومع الحاجات وهتفاعل معاها قوي، هبدا اسحب نفسي تدريجيا. وما توقعش من نفسي الكمال، ما توقعش من نفسي انا هقدر كنترول من اول مره. لا، مره واثنين وثلاثه وعشرة وعادي، واكلم نفسي اقول لها معلش المره الجايه بدل ما قعدنا ساعه نقعد نص ساعه، المره اللي بعدها هنقعد ربع ساعه، المره اللي بعدها نيجي نقعد ساعه. اتس اوكي، تمام، احنا تمام، هنرجع تاني ولا اي حاجه حصلت. يعني تمام، احنا زي ما احنا يا سيدي، هو وقت والله. فاحنا ولا اي حاجه حصلت، احنا هنكمل تاني زي ما احنا. فالسكرولينج ده كارثه كبيره. انت بتدخلي حاجات كتير ومعتقدات وبيطلع ايموشن. لاحظ اقول لك حاجه، راقبي نفسك مره وانت بتعملي سكرولينج مع كل بوست بتشوفيه او حاجه بتشوفيها، المشاعر اللي بتوصلك عن نفسك ايه، والمشاعر اللي بتوصلك عن الشخص اللي كاتب ده ايه. وراقبي بقى كميه المشاعر اللي بتدخل. لو راقبنا كميه المشاعر اللي بتدخل لنا بمجرد سكرولينج بس، انت ما عملتيش حاجه لسه، لا كتبتي ولا لا عملتيش كومنت ولا حد رد عليكي ولا بقى في جدل ولا بقى في ما لسه انا بسكرول بس. راقبي بقى كميه المشاعر اللي بتدخل لك وكميه المشاعر التبنيه عن نفسك، وبتقومي بشحنه عامله ازاي. هتعرفي حجم الخطر والكارثه اللي احنا فيه.
طيب اعمل ايه تاني بقى؟ بعد ما عملت كل ده قللت شويه من السكرولينج، قفلت شويه الاشعارات، هديتها شويه، فهديت الجهاز العصبي بتاعي شويه. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اخد لما الاقي نفسي بتطور. انا ما باخدش قرارات ميجر او كبيره الا لما الاقي نفسي بدات اتطور في ده. انا ساعدت نفسي ده، بدات اتطور في ده، هروح جايه بقى هنا انا محتاجه دلوقتي اخد قرار. ايه القرار اللي انا هاخده؟ انا خدت قرار باني اقلل الاشعارات ونجحت في ده، اخدت قرار باني اخفف من السكرولينج ونجحت في ده. فانا دلوقتي في منطقه لطيفه جدا، انا هبدا اخد قرار اقوى شويه. يعني ايه اقوى شويه؟ ما اعنف كده، قرار جامد. ايه القرار الجامد؟ هقفل الموبايل كل يوم، اقفله، يا اما وضع الطياره ايربلان، يا اما هقفله خالص، هعمله شت داون. ساعتين، ساعتين كل يوم انا هقفله تماما عشان ما اروحلوش وافتحه. يعني يا ريت يكون شت داون خالص، هعمله اقفله خالص. ساعتين كل يوم. في الساعتين دول، مش ساعتين وانا بطبخ، مش ساعتين وانا قاعده بكلم ماما في تليفون الارضي، مش ساعتين وانا حد بيزورني، ما نضحكش بقى على بعضينا، انا هنا ومراقباكوا وشايفاكوا وهجيبكوا. فمش ساعتين وانا بعمل الحاجات دي، ساعتين بارادتي الكامله. وفي الساعتين دول انا هعمل حاجات تانية. ايه الحاجات التانية اللي انا هعملها؟ انا مش هقدر احكي الحاجات التانية احنا هنعملها كلها لانه الفيديو بقى 30 دقيقه فالموضوع بقى كبير، فانا هقولها بس، وممكن في فيديو تاني يبقى نتكلم عنها. ايه الحاجات التانية دي؟ هواياتي، الحاجات اللي انا بحبها. هنجيب 3 ورقات كده، 3 ورقات. الورقه الاولى هتبقى فيها الهوايات بتاعتي اللي انا بحب اعملها واكتبها كلها، والورقه الثانيه هيبقى فيها الحاجات اللي انا عايز اعمل، نفسي اعملها، عايزه اعملها، بطمح قريب ان انا اعملها. والورقه الثالثه الحاجات اللي انا ما جربتهاش خالص. يعني انا، يعني مثلا من هواياتي مثلا الحاجات اللي انا بحب القرايه، بحب الكروشيه، بحب اقعد اتامل، بحب الحاجات اللي انا بعملها ومتعود ان انا اعملها، بس بعملها بنسب بسيطه. تاني حاجه الحاجات اللي نفسي اعملها، نفسي مثلا اروح رحله، نفسي اخرج يوم اكل في مطعم واقعد مع نفسي، نفسي اعمل الحاجات اللي انا بقالي فتره كبيره ما عملتهاش بس انا بحبها ونفسي فيها، فهكتبها في ورقه تانية. الورقه الثالثه حاجات انا ما جربتهاش خالص. انا ما جربتش اعمل كامبينج مثلا في مكان في غابه او في جبل، ما جربتش اروح اعمل ستار جيزنج مثلا، اتامل النجوم واروح رحله مع ناس بيشوفوا النجوم. ما جربتش مثلا اروح، ما جربتش. ايه الحاجات اللي انا ما جربتهاش خالص؟ سواء في البيت او بره البيت، مش لازم كله بره البيت لانه في حاجات كتير جوه البيت قوي انا ما جربتش ان اعملها، فهكتبها برضو. ودي الثلاثه ليستس دول فيهم كلام كتير ممكن اقعد احكي عليهم للصبح. طيب هعمل ايه بقى بعد ما اكتب الثلاثه دول؟ هعمل النسبه الاكتر من الحاجات في الساعتين دول. هختار حاجه من الحاجات اللي انا بحب اعملها من هواياتي، هجرب حاجه صغننه من الحاجات اللي انا نفسي اعملها بقالي كتير ما عملتهاش، وبعدين هاخد خطوه تجاه الحاجات اللي انا عمري ما عملتها خالص. ايه فايده كل واحده فيهم؟ ممارسه الهوايات اللي انا بعملها واللي انا اوريدي بحبها بتديني عن نفسي ان انا مش مقصر في حق نفسي، انا بدي لنفسي الحاجات اللي هي بتحبها. تمام. الحاجات بقى اللي انا نفسي اعملها وبقالي كتير ما عملتهاش بتدي رش كده من الانبساط واللطافه، ان انا بقدر اجيب الحاجات، مش بتروح مني، انا بقدر اجيبها تاني. الله، بعرف اجيبها تاني، فانا كفء، انا بعرف اجيب الحاجات وبعرف اعملها، بعرف امتى اقربها وابعدها. فده بتخليني احس بالكنترولينج شويه، شويه سيطره كده لطيفه على النفس. الحاجات الثالثه هي ان انا شخص مش روتيني وممل وثابت، انا كل فتره هجرب حاجه جديده، فدي بتدخل للحياه او للشخصيه نوع من انواع اللمعان. انا عارفين، انا بحب قوي، انا ليه تخصصت في الاطفال في مرحله من 0 ل 6 سنين. انا ليه بتخصص ليه قوي بحب السن اللي تحت سن 6 سنين؟ انا بحب قوي اشوف لمعه العين بتاع الطفل لنشاط او حاجه جديده او فكره جديده هو ما بيحبهاش، بتلاقيه فجاه اللمعه دي، فتحه العين والانبهاره دي، انا بحب اشوفها قوي على الطفل. ده سر من اسراري، بتلهمني، بتخليني اشرق، ولما بشوفها بديهم بعرف ادي اكتر. ده من الحاجات اللي بتدخل في شخصيتي حاجات. فممكن اقضي وقت مع اطفال في حاجات اوريها لهم جديده، فاشوف الانبهار على وشهم واشوف البراءه مع الجمال ولمعه العين اللي بتطلع منهم، فبحس بسكينه وهدوء وسلام مع لمعه. بحس من جوايا ان في نور دخل واشراق. حط بقى في حياتك حاجات بتعمل كده، حاجات بتدخل نور جديد، مش نفس النور التقليدي اللي انت عامله عليه، مش نفس الالوان اللي انت متعوده عليها، طبعا من الالوان مش نفس الالوان اللي انت متعوده عليها. مش حطي حاجه، لو لون في لبسك، لو كوب مج جديد بلون مختلف عن اللي انت متعوده تجيبيه، قلم جديد، اجنده، خروجه، حاجات كتير، نوعيه افلام جديده ما كنتيش بتتفرجي عليها خالص، نوع ميوزك، حاجه اسمعي
ترتيل تاني للقرآن، او طريقة في التجويد، او طريقة في القراءات، قراءة تانية للقرآن غير القراءة اللي انت متعودة تسمعي ورش، اسمعي اسمعي قراءة مختلفة. خلي ودنك، عينك، جسمك يستقبل حاجات جديدة غير اللي هو متعود عليها. بس في الاول دخليها بنسب قليلة شوية عشان ما تبقاش صدمة ليكي. هتحسي ان فجأة في حاجة، كل شوية في تجدد في حياتك. انت مش شخص ثابت، مش شخص، لا، انت متجددة، روحك دايما بتتجدد. فهواياتي الحاجات اللي بقالي كل فترة ما بعملهاش، اللي نفسي فيها، والحاجات اللي ما جربتهاش خالص هبدأ استجربها واجربها لحياتي. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتوقعنا؟ الحاجة اللي بتوقعنا توقع الكمال طبعا، ان انا اتوقع ان انا من اول مرة هقدر اسيطر واقفل الموبايل. يا جماعة معلش، ان انا لما اقفل الموبايل ساعتين كل يوم، بعد كده ممكن اخد بعد كده قرار ان انا اقفله يوم في الاسبوع او نص يوم. بعد كده ممكن اخد قرار ان انا كل شهر اقعد اسبوع من غير يعني القرارات بتتطور بقى، احنا قلنا ايه؟ تدريج. فانت هتمشي بالتدريج بتاعك وتشوفي نفسك قبل التدريج بعد كده ازاي. تاني حاجه بعد كده، احنا قلنا اول واحده كانت ايه؟ كانت ايه؟ الكمال، البرفكشنست. ان انا ما ابقاش سعيده للكمال، وابقى عارف كويس قوي وعارفه كويس قوي انه مش من اول مره هنجح. انا هصبر على نفسي، اصبر على جارك السوي. اعتبر نفسك دي جارك اللطيف، جارك السوي، جارك اللطيف، جارك القمر. فاعتبريها جارتك اللطيفه، جارتك القمر اللي انت صابره عليها، وواحده واحده بتطوري في شخصيتها. بلاش كلمه تغير دي، عشان كلمه تغير دي بتعمل ريزيستنس، بتعمل مقاومه. انا مش هتغير، انتوا ما تغيرونيش. احنا دايما اي حد يقول لك ان انا محتاجه ان انت تتغيري، انا مش هتغير. اسمها بنتطور، احنا بنتطور. التطور شيء لطيف ومحبب للنفس وبنستقبله بشكل لطيف، لكن كلمه نتغير بتتاخد دايما بالمعنى الوحش. انت اتغيرت قوي، بتتقال بالرياكشن ده على طول. ماشي، فاحنا بنتطور. فاول حاجه هتبقى عدم السعي للكمال. تاني حاجه ان احنا هنصبر شويه، مش هناخد الحاجات مره واحده قفش، وفي نفس الوقت مش هناخد الحاجات بضغط. بلاش البريشر، بلاش اضغط على نفسي، بلاش اقول لا انا هاجي على نفسي قوي عشان اعمل. الضغط بيولد انفجار. وانا واحده جايه من سنين كتير كنت بضغط فيها على نفسي في حاجات كتير، في شغل، في علاقات، في حاجات كتير 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 كتير. فانا جايه لكم من المستقبل وبقول لكم ارجوكم بلاش الضغط، عاملوا نفسكم بلطافه، الطف ما يكون. عامل نفسك كانها صديقتك المفضله. عارفه صديقتك المفضله اللي كنت بتديها افضل حاجه عندك، وبعدين اكتشفتي ان انت عماله تدي الناس افضل حاجه عندك وسايبه نفسك ما بتديهاش افضل حاجه عندك. من فضلك بقى ادي لنفسك افضل حاجه عندك. فيعني ارجوكي عاملي نفسك بالطريقه اللي بتعاملي بيها الناس. يعني تمام، مش هوضح اكتر من كده. مش هضغط على نفسي، يعني كل ما بضغط واسحب الحاجه بقوه برجع لها بعنف. شفتوا بقى؟ برجع لها جدا وبلزق فيها. فمش هضغط، انا بالراحه، بهدوء، بلطافه، بكل الكلام ده. طيب قعدت وقفلت الموبايل ومش لاقي حاجه اعملها، ارجع لايه؟ للثلاث ورقات اللي احنا قلنا عليهم. اشوف انا حابب اجرب ايه فيهم، انه واحد فيهم انا عايزاها دلوقتي فهعملها. طيب عملت ده بس مش مبسوط، مش مبسوطه، يبقى انا عندي مشكله اصلا في تعريف مصطلح السعاده او الانبساط. انا عندي مشكله في التعريف، فانا محتاجه اراجع اصلا التعريف جاي منين، جذوره جايه منين، بنلخبطه جوايا ونصلحه ازاي. وده انا بريكومند تبقى مع لايف كوتش فيه، فتقعدي تتكلمي مع حد عشان خاطر تصلحي المصطلح، المفهوم نفسه داخل غلط، فاحنا محتاجين نصلح المصطلح نفسه. طيب حاسه ان مش ده اللي انا عايزاه، انا عملت كل الحاجات دي، حاسه انا مش عايزاه. يبقى انا عملت ايه هنا؟ استجلبت اشياء الاخرين ليا، شفت مين بيعمل ايه وخدت الحاجات لنفسي. لا انا مش عايزه اعمل كده خالص، مش عايزه اعمل كده. انا ممكن الحاجات اللي بيقولها الناس الناجحين مثلا او كده، انا شايفه انها نجحت معاهم، اكتبها على ورقه وابقى اجربها كل شيء تحت التجربه. ليه؟ لانه شيء لازم يطلع من عندي انا، من جوايا انا. لازم ابقى شايف انا اللي محتاجه ايه، انا عايزه ايه، مش هم بيعملوا ايه. هم بيعملوا الحاجات اللي تناسبهم، لكن انا محتاجه اعمل الحاجات اللي تناسبني انا واللي متوافقه معايا انا وبالنمط والروتين المناسب ليا، المناسب لطبيعه شخصيتي. انا شخصيتي كده وربنا خلقني كده وحابه نفسي كده وبطور من نفسي وبشتغل عليها ومحترماها جدا، عشان خاطر مش هجيب حاجه حد واسقطها عليها واقول لها انت لازم تبقي كده عشان تبقي ناجحه زيهم. اصلا مفهوم النجاح مختلف من شخص لشخص. في شخص النجاح عنده هو النجاح في علاقاته اللي حواليه، في شخص النجاح عنده هو النجاح مع نفسه، وفي شخص النجاح عنده هو النجاح في شغله. مصطلح النجاح نفسه يختلف عليه ناس كتير جدا. فالفكره هنا انه فكره مش هتلبس الحاجات اللي بيعملها الناس، انا هسال نفسي من جوه. في الثلاث اوراق اللي انا هقعد اكتبهم دول انا هطلعهم من عندي انا، مني انا من جوه. ماشي، ممكن بقى الورقه الحاجات اللي نفسي اجربها
او اللي انا عايزه اجربها ما جربتهاش قبل كده، دي اشوف مثلا سمعت فلان عمل كده، والله تحت التجربه اشوف هتنفعني ولا ما تنفعنيش، ممكن فلانه عملت كذا تحت التجربه، لكن مش هاخدها وافرضها على نفسي واقول ده فرض عليا انا لازم اعمله. تمام؟ يبقى لو اتخلينا بالصفات دي، اشتغلنا على سحب ادمان الشاشات بالشكل ده، وراعينا الحاجات اللي بتوقعنا والتريكات اللي بتوقعنا وتخلينا نعمل، هتلاقي واحده واحده في حاجه فيك اتغيرت. هتلاقي كل الناس اللي حواليك ايه ده ملك، ايه اللي حصل في حاجه، ده حب جديد. والله هتسمعي الكلمه دي، فهتحسي انه لا، في حاجه بتتغير، في حاجه بتحصل. واللي بيحصل حقيقي ان انت بداتي تبقي متجدده من جوه، وبداتي تبقي مختلفه، وبداتي تبصي للحياه بنظره مختلفه، وبداتي تدخلي حاجات وعادات جديده في حياتك، وبداتي تفهمي اصلا انا نمط حياتي ماشي ازاي ويومي ماشي ازاي، فبقت الدنيا الطف بالنسبه لك. الفيديو بقى 40 دقيقه، فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه فيه، اسيبه جزئين ولا اسيبه جزء، مش عارفه يعني، انا هقرر ده بقى وانا بنزله. فيعني اتمنى ان انا ما اكونش مين هيقعد يشوف 40 دقيقة؟ الناس الحلوة. طب قولوا لي بقى في التعليقات انتوا شفتوا ال 40 دقيقة ولا لا، عشان بعد كده اعرف ان انتوا بتشوفوا الفيديوهات الطويلة بتاعتي ولا لا. يعني ده اكيد هينفعني جدا عشان اعرف ابقى اقلل الفيديو قوي واعمل حاجة شطات قهوة كده، ولا اتكلم ورحرح براحتي يعني عشان اقول لكم على المفيد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جاي.